اسمي زكريا العشي، صاحب الشركة المستأجرة للنادي. النادي ده يتبع وزارة الري والموارد المائية. احنا العقد بتاعنا ممتد لغاية سنة 2017. بقالنا من 2009 قيمة تعاقدية بيننا وبينهم، احنا بندفع لهم في السنة معدي مثلا 15 مليون جنيه. احنا بقالنا دلوقتي دي السنة السادسة. اللي حصل ان في شهر 11 او شهر 12 السنة اللي فاتت جالنا اخطار من الضرائب العقارية ان وزارة الري عليها ضرائب عقارية مبلغ كبير، وعملوا لنا حجز اداري وطلبوا مننا ان احنا نسدد للضرائب العقاريه. عندنا المخططات بتاعه الضرائب العقاريه وعملنا لهم الخطابات والسدادات اللي احنا سددناهم. احنا اللي احنا عملناه ده ما عجبش طبعا الجهه المالكه للمكان. ده تاني عقد بيننا وبينهم. ده العقد بدايته 2009 وينتهي في 2017 مقابل للتجديد، لان حجم استثماراتنا هنا معديه 85 مليون. هو الموضوع كله دلوقتي ان هو عاوز يسترد المكان بالقوه الجبريه بدون اي حكم محكمة، وده اللي خلانا ان احنا نعترض. احنا ما اعترضناش على تنفيذ قرارات الازاله بالرغم من انها غير حقيقيه. المفروض الطبيعي بتاع ان انا لما اعترض على قرار اداري صدره وزير ان انا اروح مجلس الدوله، وانا اعلنت الموضوع ده في شهر يناير. بتحدد لي جلسه في 22/3 بعد كام يوم. هو ما استناش لانه عارف ان كل قراراته خطا، فجه نازل النهارده عشان ينفذ قبل ما المحكمه تبت. انا طبعا كان المفروض ان انا كنت هسيب البلد واعمل استثماراتي بره ايام ما كان فيه اخوان ماسكين البلد. بعد 30/6 زودنا استثماراتنا. يحصل كده